شكل الستريبس بتاعنا بعد ما خلص. بصوا بقى الكرمشه بتاعته دي هي دي اللي انا عايزاها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده ووصفه جديده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا احب افكركم ما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. النهارده هنعمل مع بعض حاجه خفيفه جدا واحنا طبعا بنحبها والاطفال كمان بتحبها وبنجيبها من بره، بس قلنا بدل ما نجيبها من بره هنعملها ان شاء الله في البيت بسها حاجات كده بسيطه جدا، مكونات سهله، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. هنعمل مع بعض النهارده الستريبس. تعالوا نشوف مقادير الستريبس بتاعتنا هي ايه. اول حاجه احب اعرفكم، هنجيب صدور الفراخ بس هنقطعها وسط، ولا عايزاها تخينه قوي ولا عايزاها رفيعه قوي. ده بالنسبه للستريبس بتاعنا. هنقول بقى التوابل بتاعتنا، معلقه كبيره من كل حاجه. عندي كركم وكاري، وعندي بهارات وبابريكا وشطه لو احنا حابينها سبايسي، وعندي زنجبيل، وعندي زعتر بس هنحط في الزعتر حبه صغيرين عشان كتر الزعتر بيمرر معانا، وعندي توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل ومعلقه كبيره خل، معلقه كبيره كاتشب، والمستردة هستخدم منها معلقه كبيره، وعندي علبه زبادي، وعندي الدقيق بتاعنا هنحط عليه بيكنج باودر، وعندي نشا. اول حاجه دلوقتي هنعمل مع بعض هنتبل الستريبس بتاعنا. جبنا دلوقتي بوله فاضيه، هنزل بقى بالبانيه بتاعي. نزلنا بالبانيه بتاعنا، هنبدا بقى نحط كل البهارات اللي احنا قلنا عليها كده. وكل ما بتحطي البهارات كتير في الستريبس بتاعنا طبعا بيدي طعم احلى بكتير، وبيشرب تتبيله كده من جوه، بيبقى طعمه جميل جدا. يعني حاولي ما تقلليش التوابل البهارات بتاعتك عشان الحاجات دي بتحب البهارات بتبقى كتير. معلقه الخل بقى الكبيره، ومعلقه كبيره مستردة. هنحط كل التوابل بتاعتنا ما عدا النشا والبيكنج باودر، دول هيتحطوا على الدقيق بس. وطبعا كل ما بيقعد في التتبيله دي وقت اكتر كل ما بيبقى الستريبس بتاعنا بيدي طعم احلى. ويا ريت لو تعمليه من بالليل وتسيبيه في التلاجة. ولو انت عايزه تستغني عن الزبادي ممكن تحطي عليه لبن رايب. اهم حاجه لازم تحطي عليه لا زبادي لا لبن رايب. حطينا دلوقتي كل المكونات بتاعتنا. هبدا بقى اقلب كويس جدا عشان يشرب في التتبيله. تبلنا دلوقتي الستريبس بتاعنا، انا هحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات مش اقل من كده علشان يشرب تتبيلة كويس جدا. هحطه دلوقتي في التلاجة لمدة 4 ساعات، وبعد ال4 ساعات نرجع لكم نشوف هنكمل ازاي. ده الدقيق بتاعنا تمام اللي هنعمل بيه الستريبس، هيبقى الكفر بتاعه. هنحط كل التوابل اللي احنا حطيناها في خلطة الستريبس ما عدا الزعتر. يعني كل التوابل اللي احنا قلنا عليها هنحطها ما عدا الزعتر، لان كتر الزعتر بيمرر في الحاجه. وهحط النشا، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. ليه النشا والبيكنج باودر؟ علشان يديله القرمشه اللي احنا بنشوفها اللي بتاعت الستريبس اللي بيبقى من بره. وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض. ورجعنا لكم تاني. دلوقتي ده الدقيق اهوت بتاعنا اللي احنا قلنا فيه التوابل. واهم حاجه انا عايزه ميه تكون ساقعه فيها قطع تلج، ده علشان هيساعدنا على القرمشه بتاعه الستريبس لما نيجي نحمره. هنعمل ايه دلوقتي بقى مع بعض؟ هناخد الستريبس بتاعنا كده هنحطه في الدقيق كده، ولازم نحطه كويس، نغمسه كده في الدقيق كويس. وهحطها في الميه يا دوبك كده على طول ثانيه كده، وهرجع تاني احطها في الدقيق. لو انتوا عايزين الكفر بتاعها يبقى سميك
تمام. هتحطوا مثلا في الميه ديت كذا مره وترجعوها في الدقيق تاني. لو عايزين خفيف يبقى هي مره او مرتين بالكتير قوي. بالمنظر ده كده. شايفين التعريجات اللي في الستريبس؟ هو دوت اللي بيديها الشكل الستريبس الخارجي. وهنفضه كويس جدا من الدقيق وهنحطه في طبق نضيف. وهنعمل واحده كمان كده بنفس الطريقه. لازم تشرب دقيق كويس جدا. وهحطها برضو ثانيه كده في الميه واطلعها على طول واحط في الدقيق. طبعا هعمل كل ده في الكميه بتاعتي كلها. هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها ونرجع مع بعض تاني. احنا دلوقتي خلصنا الكميه بتاعتنا. بصوا التعريجات اللي هي في الستريبس، انا عايزه كده نفس المنظر ده عشان يطلع لك نفس اللي انت بتجيبيه من بره. عندي الزيت، لازم يكون عندي زيت كتير جدا. وهسيبه يقدح بس مش قوي علشان ما يستويش من بره، يتحمر من بره وما يكونش لسه من جوه مستوي. انا دلوقتي سيبته يسخن كده او يقدح شويه، وبعد كده وطيت النار وهبدا انزل بقى بالستريبس بتاعي واحده واحده. طبعا احنا لما ادى لون من تحت كده قلبناه تاني على الوش التاني. بصوا لونه اهو، ده لون الستريبس بتاعنا. طبعا انت على حبه بقى، يعني على حسب ما انت حابه تغمقيه يبقى سيبيه شويه في الزيت، بس انا بحب لونه يبقى فاتح كده. تمام. هخلص بقى وتطلعوا. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تطلعوا على المناديل علشان تصفي الزيت كله بتاعه. انا بقى هخلص الكميه بتاعتي ونرجع مع بعض تاني. ده شكل الستريبس بتاعنا بعد ما خلص. بصوا بقى الكرمشه بتاعته دي هي دي اللي انا عايزاها. دوت نتيجه ايه؟ لما تيجي بقى تخلصيه وتعمليه من الدقيق كويس جدا يطلع لك القرمشه دي. تمام. هناخد واحده كده ونقطعها كده قدامكم. بصوا شكلها من جوه، عايزه اقول لكم مستويه من جوه، والكفر بتاعها كمان بيقرمش تحفه.